الزمالك النهارده اكتسح سوار 4-0. شيكابالا بيتألق وبيصنع وبيسجل، وأصبح شيكابالا في المركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا في البطولات الأفريقية برصيد 13 هدف بعد تسجيل هدف النهارده ماركة شيكابالا. وزيزو كمان بيبدع وبيسجل، وسيف الجزيري رغم انه بعيد عن مستواه بيسجل هدف، ونضاي بيسجل. وكمان الماتش النهاردة كان ممكن يخلص بنتيجة تاريخية امام فريق متواضع جدا، لدرجة ان عواد كان ضيف شرف النهاردة. ولكن ده ما يمنعش ان الزمالك عمل مباراة كبيرة، ومعظم لاعبي الزمالك النهاردة اجادوا وعادت لهم الروح والثقة، وعادت نغمة الانتصارات للزمالك مع معتمد جمال. ألف ألف مبروك للزمالك طبعا على الفوز وتصدره مجموعته ب6 نقاط. فيوتشر كمان تغلب على الهلال الليبي 2-1، وقدر يحول هزيمته من 1-0 ل2-1 عشان يتصدر المجموعة الأولى ب6 نقاط. الأهلي امبارح اتعادل مع يانج افريكانز 1-1، وبرضه بيتصدر ترتيب المجموعة ب4 نقاط. الأهلي قدم أداء في الشوط الأول ما كانش قد كده، للأمانة كان أداء دون المستوى. وأبرز أحداث الشوط الأول هو إنقاذ هدف من حارس المرمى محمد الشناوي، وانفراد لحسين الشحات اللي مازال أداؤه عليه علامات استفهام كبيرة. حسين انفرد بالمرمى وجات له الكورة، مفيش أسهل من كده، ولكن بيسدد خارج المرمى. كمان نص ملعب الأهلي كان سيء في الشوط الأول، وكان اليو ديانج ومروان عطية بيفقدوا الكورة يعني بكل سهولة، وده كان مسبب ضغط على دفاع الأهلي طول الشوط الأول. إمام عاشور امبارح ما جاش، ما حضرش الماتش من أصله، وما قدمش أي شيء. الشوط الثاني اختلف أداء الأهلي تماما بعد خروج إمام عاشور ونزول قفشة، وسيطر الأهلي وقدر يفرض طريقة لعبه وأسلوبه على المباراة، وصنع فرص كتير للتهديف، ولكن للأسف كلها ضاعت بغرابة شديدة جدا. الهدف الوحيد كان عن طريق بيرسيتاو، وما زال الأهلي بيستمر في إضاعة الفرص اللي أسهل مما يكون، وده بيمثل مشكلة كبيرة للأهلي. حسين الشحات ضيع هدفين، كهربا بيضيع، طاهر محمد طاهر بينفرد وبيضيع، كريم فؤاد برضو كان ليه انفراد وضيع. وكان الطبيعي الماتش يخلص بهدفين أو 3 لو استغل الأهلي الفرص اللي أتيحت ليه. ولكن الشيء الإيجابي إن كولر اتعامل مع المباراة بشكل أفضل، وصحح كتير من أخطائه، وكانت تغييراته في الوقت المناسب، وظهر الأهلي بشكل أفضل بكتير. ولو كان في توفيق كان الأهلي حقق انتصار كبير خارج أرضه. كمان في أكتر من لاعب بدأ يستعيد جزء من مستواه. بيرسيتاو ظهر أفضل، اليو ديانج رغم إنه في الشوط الأول ما كانش أفضل حاجة، ولكن للأمانة في الشوط الثاني عمل مجهود كبير في نص الملعب. نتمنى تكون دي عودة للأهلي، وعودة لمساره الصحيح، وعودة العروض القوية للأهلي. كده بيتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط. شباب بلوزداد في المركز الثاني 3 نقاط، وميدياما الثالث 3 نقاط، ويانج افريكانز الرابع بنقطة واحدة. والاهلي ان شاء الله هيقابل شباب بلوزداد يوم الجمعة الساعة 6 مساء ان شاء الله. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى نشوف اداء افضل. بيراميدز بيصعب موقفه في المجموعة بتاعته بعد الهزيمة من فريق
نوازيبه المتواضع بنتيجة 2-0، وبيعتبر الفريق ده أضعف فرق المجموعة، فريق متواضع جدا، قدر يتغلب على بيراميدز بكل نجومه عشان يتصعب موقف بيراميدز في مجموعته، خصوصا ان المباراة اللي جاية هتكون امام مين؟ البعبع بتاعنا صن داونز في جنوب افريقيا وعلى ارضه. ده هيكون يوم الاحد الجاي، وكلنا عارفين ان صن داونز صعب جدا على ارضه وغير ارضه للامانة يعني. فريق قوي جدا، واللي عقد موقف بيراميدز اكتر ان الماتشين الجايين هيكونوا قدام صن داونز، الاول في جنوب افريقيا والماتش التاني طبعا هيبقى في مصر هنا. فهل هيقدر بيراميدز يحقق نتيجة ايجابية امام صن داونز العنيد؟ اشك. مجموعة بيراميدز الاربع فرق كل فريق معاه 3 بونت من طبعا فوز وهزيمة، واشك ان بيراميدز يقدر يعمل حاجة. نتمنى التوفيق لكل الفرق المصرية. ولحد هنا انتهى اللايف بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون اللايف عجبكم، ولو عجبك اللايف دعمني، دوس لايك واشترك معايا على قناتي على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك. شرفني وجودك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.